السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابطال تالتة ثانوي ادبي ازهر وعام. دفعة 27 بالنسبة لطلاب العام اخر سنة، فلازم تعدي يا حبيبي علشان انت لو بعد الشر وقعت في اي حاجة السنة الجاية انت عندك بكالوريا، يعني هتضيع. طيب، جايين نتفائل، جايين نتبسط، جايين النهارده نشرح اول درس في منهج التاريخ ان شاء الله. بس عايزك بالله عليك قبل ما تتفرج عليا تكون اتفرجت على المحاضرة التأسيسية، لأن أنا هبدأ من بعد المحاضرة التأسيسية. طيب تعالى في البداية كده نعرف ليه يا مستر أنت مركز قوي على كلمة إن إحنا لازم نفهم مش لازم نحفظ. بصوا يا شباب، إحنا من أفضل النعم اللي ربنا ممكن ينعمها على البني آدم هو إن هو يكون بيفهم. تخيل ربنا بيميز البني آدم، مميز سيدنا سليمان وبيقول ففهمناها سليمان. فربنا يكرمك كده بنعمة الفهم والإدراك والوعي. طيب، الأول أنت تعرف تقول لي إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ ها؟ الحمد بيكون باللسان على أي حاجة أصابتك، خير بقى شر، أي حاجة بقول الحمد لله. أما الشكر بيكون بالفعل، يعني أي حاجة ربنا أنعم عليك بيها، أي نعمة لو أنت طلعت جزء من النعمة دي لله فأنت كده شكرت ربنا، فإيه النتيجة؟ وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، فربنا هيزودك. فإن شاء الله حط النية دي جواك تحديدا في الدراسة، إن أي مادة أنت هتفهمها وحد من صحابك يقول لك أنا ما فهمتهاش، إن أنت تساعده وتفهمها له عشان ربنا ينعم عليك ويزودك نعمة الفهم والإدراك أكتر وأكتر، وإن شاء الله نتبسط ونفرح كلنا آخر السنة. تعال نبدأ بأول درس معانا اسمه الحملة الفرنسية على مصر والشام. طيب، الحملة الفرنسية على مصر والشام إمتى بقى؟ أول كلمة خالص بقول لك محاولات فرنسا لاحتلال مصر في العصر الحديث. هنا لازم تقول لي يا مستر ايه عصر حديث ده؟ التاريخ بتاعنا كتاب نفسه اسمه تاريخ مصر والعرب الحديث والمعاصر. تاريخ مصر والعرب الحديث والايه والمعاصر. انا عندي 4 عصور، عندي عصور قديمه، وسطى، قديمه دي خدناها في اولى ثانوي، وسطى ثانيه ثانوي، حديثه معاصره. يبقى منهجنا بيبدا بالعصور الحديثه والمعاصره. طب تعال نبدا بالعصور الحديثه. في البدايه لازم تاخد شويه معلومات عن مصر وتاخد شويه معلومات عن فرنسا. مبدئيا نيجي لفرنسا. قال لك فرنسا دي دولة عندها عداء مستمر مع دول أوروبا. أكتر من دولة أوروبية معاديين فرنسا، مرة اللي بنعادي هولندا، مرة اللي بتعادي إنجلترا، مرة بتعادي النمسا، فهي دولة عندها عداء مستمر. ولكن رغم العداء المستمر تمتلك قوة عسكرية وتمتلك نظام حكم قوي. عندها قوة عسكرية وعندها نظام حكم قوي. نروح بقى لمصر. مصر تمتلك موقع جغرافي متميز، علشان كده بيتقال على مصر ايه بقى؟ الدولة التي تتحكم في الطرق العالمية القديمة. كان في طريقين، طريق عالمي قديم وطريق عالمي جديد اللي هو طريق رأس رجاء صالح. مصر بتتحكم في الطريق العالمي الايه؟ القديم. طيب، يبقى نقدر نقول ان فرنسا دي في الغرب ومصر دي في الشرق. ايه بقى اللي هيربط الشرق بالغرب؟ دي بدايه حصتنا النهارده. تعال نشوف. اول كلمه خالص بيقول لك ايه؟ عندي ملك اسمه الملك لويس ال 14 بيفكر يبعت حمله عسكريه لمصر. اشمعنى؟ مصر موقعها متميز. طب ليه؟ عشان يقطع طرق التجاره بين دوله اسمها هولندا ومستعمراتها في الهند. احنا قلنا في المحاضره التاسيسيه ان كلمه مستعمره معناها اقليم دوله بتستغله اقتصاديا. يا لويس 14 انت عندك عداء مع هولندا صح؟ يا لويس 14 يا فرنسي عندك عداء مع هولندا. مصر مالها؟ قال لك مصر موقعها متميز فانا عايز ابعت حمله. حلو. انت هدفك ايه من الحمله بتاعتك؟ اي ملك عايز يحتل اي دوله بقول اقتصادي عشان هو ما عشان احتلال، والسياسي عشان هو ملك. يبقى الهدف اقتصادي سياسي. طيب الوسيله، الراجل قال انا هبعت حمله، وحمله يعني جزء من الجيش او جيش صغير شويه، فهنا نقول وسيله عسكريه او وسيله عنف. طيب ممكن تقول لي المحاولة دي حصلت امتى او كانت هتحصل امتى؟ كانت هتحصل في القرن ال17، وخلي بالك قال هولندا قال القرن ال17 اختار لويس ال14. غلطة كارثية بتغلطوها ان انت بتلخبط. هو لو سأل على هولندا مين اللي عنده عداء مع هولندا؟ لويس ال14. مين المحاولة اللي موجودة في القرن ال17؟ لويس 17، لويس القرن ال17 لويس ال14. طيب وبعدين بيقول لك هو عايز يعمل ايه؟ يقطع طرق التجارة بين هولندا ومستعمراتها في الهند.
هي الهند دي موجوده فين؟ اقول له جنوب اسيا. طيب ممكن تقول لي يا مستر هو كده عايز ينقل الصراع بتاعه من الغرب للشرق؟ عايز يدخل مصر اتون الاحداث المشتعل؟ ايوه. طيب لويس ال 14 ده ملك، فممكن نقول عليه المحاوله دي هتتم في الحكم الاوتوقراطي، يعني حكم ملكي فردي او ديكتاتوري او امبريالي، كل دي انظمه من انظمه الحكم الفرديه. طب يا مستر هي محاوله لويس ال 14 نجحت ولا فشلت؟ لم تنفذ او لم تصل لحيز التنفيذ. هو قال هعمل كده. ممكن بعد اذنك من بدري تطلع الاستنتاجات دي ورقه وقلم وتكتب ورايا عشان خاطر ربنا، حتى لو معاك الكتاب بتاعي سواء طالب عندي او لا. طيب والطلبه اللي مش عندي ابعت لنا رساله وهنضيف في جروب الواتس، بننزل عليها اسئله وبننزل عليها حاجات هتعجبك كتير جدا، وان شاء الله نكمل مع بعض لحد ما تخرج من اللجنه يعني. سواء بقى هنا سواء على المنصه، المهم ان احنا هنكمل مع بعض سواء في السنتر. تمام. نيجي بقى لتاني محاوله. تاني محاوله هتتم في عهد الملك لويس ال 15، ودي أول محاولة هتحصل في القرن ال 18. خلي بالك أول محاولة كانت في القرن الكام؟ كانت في القرن ال 17. دي أول محاولة في القرن الكام؟ 18. الشخص ده كان غني وكان واصل لدرجة من الاستقرار، أصلا فرنسا دولة قوية زي ما أنا شرحت لك في المحاضرة التأسيسية، فبعت رسالة للسلطان العثماني. بعت رسالة لمين؟ للسلطان العثماني. اشمعنى السلطان العثماني؟ قال لك لأن السلطان العثماني اسمه سلطة شرعية لمصر، فبنقول ان لويس ال 15 اراد اضافه الصفه الشرعيه للمطالب بتاعته. بتقول ايه للسلطان العثماني؟ بقول للسلطان العثماني بعد اذنك يا سلطان العثماني، ايه رايك تاخد فلوس مقابل تتنازل عن مصر؟ حلو. طب انت هدفك ايه؟ عايز تاخد مصر صح؟ هدف اقتصادي عشان استغل الدوله وانا ملك سياسي. طب الوسيله بتاعتك ايه يا عم لويس؟ انا بتكلم دبلوماسي اهو، يبقى وسيله سلميه او دبلوماسيه او احتواء او اغراء. طبعا المحاوله دي فشلت، بس بنقول لو فشلت لان ما اتنفذتش برضه والسلطان العثماني رفض. لو كانت نجحت، لاصطدم بشخص اسمه علي بيك الكبير، ودي هنفهمها مع بعض في اخر الحصه ان الموقفين كانوا متزامنين، يعني كانوا في نفس الفتره الزمنيه. طيب كده ممكن نطلع شويه اسئله ان القاسم مشترك بين لويس ال 14 ولويس ال 15 في الهدف، الاثنين هدفهم اقتصادي سياسي. التباين ما بينهم او الاختلاف اقول في الوسيله، هنا الوسيله عسكريه هنا وسيله سلميه او وسيله دبلوماسيه. طيب تعال نشوف المحاوله الثالثه في الحكم الملكي او الحكم الامبريالي او الحكم الديكتاتوري في عهد الملك اسمه لويس ال 16. قول لي يا عم لويس بعد اذنك ممكن نعرف انت مين؟ قال لك انا ملك موجود في القرن الكام؟ ملك موجود في القرن ال 18. خلي بالك. بس الشعب بتاعي كان متضايق مني جدا جدا جدا. ليه الشعب يتضايق منك؟ قال لك كانوا بيقولوا عليا عربيد مقضاها سهر بقى وخمور، لان انا كنت بحكم بلاد كتير جدا، كنت بحكم الامريكتين وكندا وغرب اوروبا، وكل الحكم ده انا واخده بالوراثه، فبيجي لي املاك كتير وما كنتش بخرج من القصر، فمتدلع. ولكن للاسف في عهد الملك ده قال لك حصل حاجه اسمها ظهور دوله انجلترا. في المحاضره التاسيسيه قلنا ان لازم يكونوا دولتين بس هم الاقوياء، ما ينفعش يبقوا ثلاثه، لو بقوا ثلاثه يبقى في دوله من الاثنين هتتاكل. ظهور دوله انجلترا وعملت حاجه اسمها ثوره صناعيه. الثوره الصناعيه دي حصلت سنه 1779، يعني في النصف الثاني من القرن ال 18. طب ثوره صناعيه، كلمه ثوره احنا قلنا برضو معناها تغيير، غيروا شكل الصناعه، بقى عندهم الات، بقى عندهم اسلحه بتشتغل بشكل سريع جدا، بدل ما بتضرب طلقه لا بتضرب كتير كتير قوي. فالشعب متضايق من الملك ده، علشان يراضي الشعب قال لهم انا هبعت حمله لمصر، هعوضكم عن الخسائر اللي انجلترا عماله تاخدها من فرنسا. هتبعت ايه؟ حمله لمصر. طب مصر مالها؟ موقعها متميز. هدفك ايه؟ قال لك هدف اقتصادي سياسي. طب والوسيله بتاعتك يا عم لويس؟ قال لك الوسيله عسكريه، معاها هيبعت حمله. الشعب سأل لويس، وقيل ان كبار رجال الدوله سأل لويس الحمله دي هتاخد انهي خط سير؟ قال لهم همشي من عن طريق البحر المتوسط، همشي من عن طريق العالمي القديم. فاتقال على لويس ال 16 ده اهو متاثر، يعني خايف من فكره الكشوف الجغرافيه او العداء مع انجلترا. مش فاهم. انجلترا يا شباب لما هتبقى دوله قويه هتركز ان هي تكون قويه جدا في البحر، فالملك ده خايف يقابلها في الطريق الجديد اللي معظم دول اوروبا بتعدي منه،
فهو عايز يعدي من مصر، فاتقال عليه متاثر بفكره الكشوف الجغرافيه. طيب المحاولة دي نجحت ولا فشلت؟ المحاولة دي كمان لم تنفذ. يبقى جميع المحاولات في الحكم الملكي لم تنفذ. يبقى تاني بقى، لويس ال14 وال15 وال16 محاولات في الحكم الملكي، التلاتة بيتشابهوا في الهدف وبيختلفوا في الوسيلة. طب لو قال لي ملك بيتشابه مع من قبله ومن بعده ويختلف عن من قبله ومن بعده، اقول له لويس ال15. ليه؟ بيتشابه مع اللي قبله واللي بعده في الهدف وبيختلف عنهم الاثنين في الوسيلة. طب اتنين ملوك متشابهين في الهدف والوسيلة، اقول له لويس ال14 ولويس ال16. طب اتنين ملوك متشابهين في الهدف والوسيلة بس اعدائهم متغيرين، اقول له لويس ال14 العدو بتاعه كان هولندا ولويس ال16 العدو بتاعه كان فرنسا. طب ملك يفضل عدم إراقة الدماء واستخدام الحلول والإغراءات المالية، أقول له لويس ال15. ملك يفضل الوصول لأهدافه بأقل الخسائر، أقول له لويس ال15. تمام؟ بص بقى، بما إن الملك ده ما بعتش الحملة فالشعب اتضايق جدا. الشعب لما اتضايق عمل حاجة اسمها ثورة اجتماعية. قلنا ثورة يعني تغيير، اجتماعية يعني الشعب هو اللي هيعملها. طيب أي ثورة في المنهج يا شباب أو معركة بسأل نفسي 4 أسئلة. بسأل نفسي كام سؤال؟ 4 أسئلة. محتاج أعرف إيه من الثورة دي؟ محتاج أعرف الأطراف مين ومين، والأسباب والأحداث والنتائج. تاني كده، أطراف، أسباب، أحداث، نتائج. تاني، أطراف، أسباب، أحداث، نتائج. مين اللي هيعمل الثورة؟ مين الأطراف؟ قال لك الطبقة البرجوازية، وكلمة البرجوازية يعني الطبقة الوسطى. بالله عليك اكتب الكلام ده. هتروح تتحالف مع السواد الأعظم، وسواد أعظم يعني الطبقة الدنيا، ضد الطبقة الأرستقراطية، ركز كده معايا، أو الطبقة الإقطاعية، أو الطبقة الرأسمالية، أو الديكتاتورية، أو الإمبريالية. كل دي معناها للطبقة العليا الأغنياء، اللي هو الملك وأصحابه الأغنياء جدا جدا في الدولة. يبقى الطبقة الوسطى والدنيا متحالفين ضد الطبقة العليا. فيجي لك سؤال، أكثر المستفيدين من قيام الثورة؟ أقول له الوسطى. طب أكثر المتضررين؟ أقول العليا. أنتوا متضايقين من إيه؟ إيه الأسباب؟ قال لك متضايقين من سبب سياسي الملك وسبب اجتماعي أصحاب الملك الإقطاعيين. خدوا أراضي كتيرة جدا 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 لدرجة إن إحنا مش لاقيين ياكل. طيب إيه الأحداث؟ قال لك الثورة هتبدأ باقتحام سجن اسمه البساتيل. فمعنى كده إن السجن ده سجن سياسي. هنحتاجها في آخر السنة لما يقول لك ثورة 2011 بدأت باقتحام السجون، تتشابه مع، أقول له مع الثورة الفرنسية. طب النتائج؟ قال لك أول حاجة القبض على الملك، والقبض على الملك هنا دي نتيجة سياسية. تاني حاجة توزيع الأراضي بشكل عادل، خدوا الأراضي من الناس الإقطاعيين، ودي نتيجة اجتماعية. يبقى نتائج الثورة هي أسباب الثورة. طيب لسه فرنسا بتفرح وبتقول هنعمل حاجة اسمها حكومة الإدارة. حكومة الإدارة دي هتدير الدولة لحد ما يختاروا رئيس دولة، هتدير الدولة لحد ما يختاروا رئيس دولة. وحكومة الإدارة هتطلع قائد بعد كده اسمه قائد يسمى نابليون. يبقى نابليون لما يجي على مصر لا إما هلاقي كلمة حكومة الإدارة، لا إما هلاقي أول محاولة في الحكم الجمهوري. لسه فرنسا بتفرح بالإنجاز بتاعها وإن هي غيرت نظام الحكم، اتفاجئت بتكتل. وخلي بالك كلمة تكتل هنا معناها تحالف. تكتل أوروبي، مرة هيحصل بقيادة النمسا ومرة هيحصل بقيادة إنجلترا. طب إيه اللي جاب إنجلترا؟ ما هي إنجلترا شايفة إن لو فرنسا رجعت دولة قوية هتروح ترازي فيها، لأن إنجلترا كانت بتاخد أملاك فرنسا. وخدها قاعدة من أول النهاردة لحد آخر السنة، أي سؤال في إنجلترا هتلاقي وراه فرنسا، في فرنسا هتلاقي وراه إنجلترا. طب اشمعنى الدولتين دول في بينهم تنافس استعماري هيستمر معانا لحد نهاية السنة؟ طيب لاحظ، فرنسا بقت دولة قوية، فرنسا بقت دولة جمهورية، فرنسا بقى فيها عدالة. قبل الثورة كان في ظلم وفساد، بعد الثورة بقى فيها عدالة واستقرار، فالشعب هيقف مع الدولة، هيقفوا مع الجيش، هيبقوا دولة قوية جدا. لدرجة إن فرنسا عملت إيه؟ قال لك هزيمة فرنسا لجميع دول أوروبا عدا إنجلترا. طب اشمعنى يا فرنسا ما عرفتيش تهزم إنجلترا؟ قال لك واحد، قوة أسطولها، عندها أسطول قوي جدا. تاني حاجة موقعها الجغرافي في منطقة تسمى بحر المانش أو بحر الشمال، والمنطقة دي قريبة من مثلث برمودا، مش أي حد يعرف يروح هناك. طيب هم دلوقتي عايزين قائد، مين القائد اللي هيختاروه؟ قال لك هنختار نابليون. طب انتوا اشمعنى اخترتوا نابليون؟ قال لك نابليون ده أكتر قائد يجيد الحلول البديلة. هنختار نابليون لأن ما بيقفش، ما بيجيش يقول لك أنا عندي مشكلة، لا، من إما تحطه في مشكلة هو بيدور على بديل. اسمه إيه القائد ده؟
نابليون بونابرت. طيب دلوقتي احنا عندنا في دوله هزمت كل دول اوروبا بريا. مين الدوله اللي هزمت كل دول اوروبا بريا؟ فرنسا. عشان كده فرنسا هتاخد مسمى او مصطلح يسمى الاسد. وعندنا فرنسا، عندنا دوله تانية فرنسا ما عرفتش تهزمها ومسيطره على كل البحار والمحيطات اللي في العالم، فهتاخد لقب القرش. مين الدوله اللي هتاخد لقب القرش؟ انجلترا. ومن هنا يبدا الصراع بين الاسد والقرش. لو المعركه بريه بين انجلترا وفرنسا، فرنسا تكسب. لو المعركه بحريه، انجلترا تكسب. وده منهجنا بقى على مدار منهجنا. طيب يبقى تاني كده نلخص الموضوع. من اول الثوره الاجتماعيه عندي اطراف، اسباب، احداث، نتائج. الاطراف الطبقه الوسطى والدنيا هيتحالفوا ضد الطبقه العليا. الاسباب حاجتين، سياسي واجتماعي، متضايقين من الملك واصحابه. طيب الاحداث هيروحوا يقتحموا سجن البساتيل. النتائج هيقبضوا على الملك وكمان هياخدوا الاراضي ويوزعوها. يبقى الوضع في فرنسا قبل الثوره ظلم، فساد، طبقيه. بعد الثوره عداله ومساواه واستقرار. طيب سؤال كمان بنقوله بقى، ركز. فرنسا بقت دوله قويه وهزمت كل دول اوروبا، عشان كده بقى اسمها الاسد. انجلترا لسه هي اللي مسيطره على البحر، عشان كده اسمها القرش. هنا ناخد بالنا من حته مهمه جدا جدا جدا. يا فرنسا دلوقتي انت اخترت نابليون لان نابليون ده يجيد التعامل مع الحلول البديله. وانجلترا دوله مش سهل ان انت تعرف تحتلها او حتى تضربها. ليه؟ موقعها في البحر صعبه جدا، زائد هي عندها اسطول، هي اصلا قويه بحريا، وعشان تروح لها هي بتقابلك في البحر ما بتستنكش. هتعمل ايه يا نابليون؟ قعد نابليون يفكر كده ويفكر ويفكر لحد ما جات له فكره. الفكره دي جات له من شخص اسمه القنصل الفرنسي. القنصل الفرنسي المقيم في مصر. القنصل الفرنسي المقيم فين يا شباب؟ في مصر. كلمه قنصل معناها وزير. بص، الوزير لو سافر بره الدوله بقى اسمه سفير، لو عنده مقر بيقعد فيه بقى اسمه قنصل. حتى في فيلم اسمه ابن القنصل. قنصل يعني سفاره. تمام. فالقنصل الفرنسي بعت رساله لفرنسا بيقول لها الحقونا يا جماعه. نلحقك من مين؟ بيقول في ناس اسمهم المماليك بيضايقوا التجار الفرنسيين، وفي دوله اسمها انجلترا بتعدي من مصر، وفي كمان مصر نفسها عندها موارد كتير جدا جدا. فهنا القائد معانا اللي هو نابليون قال لك الله، طب ما هي تاهت ولقيتها. ما دام انا مش عارف اضرب انجلترا في عقر دارها، طب ما انا انقل الصراع من الغرب للشرق. طب ما انا ادخل مصر اتون الاحداث المشتعل، ادخل مصر في الصراعات الاوروبيه. هي مش جديده على مصر، مصر دايما بسبب موقعها دايما بندخلها في مشاكل. مش فاهمين يعني؟ بيقول لك يا مستر هو فكر يعمل حمله على مصر، ودي حمله هتحصل في الحكم الجمهوري. هتحصل في الحكم الايه؟ الجمهوري او حكومه الاداره. قول لي يا نابليون كده ايه هدفك من الحمله؟ قال لك واحد، تقويض او تدمير او محاصره انجلترا في مصر. حلو. بعد ما تدمر وتحاصر انجلترا في مصر، وده السبب الاساسي اللي يخلي نابليون يجي مصر، يبقى يجي لك سؤال ماذا كان يحدث لو نجح نابليون في ضرب انجلترا في عقر دارها؟ لم تاتي الحمله الفرنسيه الى مصر. تمام. قال لك تاني حاجه، محاربه اعداء فرنسا في الشرق. مين اعداء فرنسا في الشرق؟ المماليك. لو انا حاربت المماليك، المماليك مضايقين التجار، فبالتالي هسهل مرور التجاره. طب ايه كمان؟ قال والله يا شباب انا ممكن برضو اعمل حاجه اسمها امبراطوريه في مصر، يعني احتل مصر بالمره. يبقى كده نقدر نفهم من القطعه اللي فاتت دي ان في اعداء لفرنسا في قاره اوروبا اسمهم انجلترا، واعداء لفرنسا في قاره افريقيا اسمهم المماليك، اعداء لفرنسا في الشرق المماليك، اعداء فرنسا في الغرب انجلترا. طيب لاحظ انت عايز تبعت حمله، هنا برضو نفس الفكره. كبار رجال الدوله سالوا نابليون هي الحمله بتاعتك هتعدي منين؟ قال لهم انا هبعت حمله سريه تعدي من البحر المتوسط على مصر. فقال له انت كمان يا نابليون متاثر بفكره الايه؟ بفكره الكشوف الجغرافيه. يعني انت كمان يا نابليون نشبهك بلويس ال16، بس الفرق ان المحاوله دي هتيجي فعلا على مصر، وان المحاوله دي في الحكم الايه؟ في الحكم الجمهوري. تمام. طيب لاحظ يبقى ماذا كان يحدث لو نجح نابليون في ضرب انجلترا في عقر دارها؟ لم تأتي الحملة الفرنسية إلى مصر. طيب وضح أسباب دخول مصر في آتون الأحداث المشتعل رغم عدم
يعني هتخش حرب رغم عدم وجود لها ناقة ولا جمل في هذه الحرب، مصر مش هتستفاد حاجة ومع ذلك هتخش الحرب، ليه؟ أقول له بسبب موقعها الجغرافي. طيب ما النتائج المترتبة على فشل نابليون في ضرب إنجلترا في عقر دارها؟ أدى إلى نقل الصراع من الغرب للشرق. أنا باحاول أشتغل معاك مقالي واختياري، لأن طلاب الأزهر عندهم 8 أسئلة مقالي والباقي كله اختياري، وطلاب العام عندهم سؤالين مقالي والباقي كله اختياري، فبنحاول نشغل المقالي معانا. المهم نابليون يجهّز حملة كده ويقول لك خلاص أنا هاجهّز الحملة بتاعتي، وهو بيجهّز الحملة يقول لك تعالَ شوف الوضع في مصر. ليه أشوف الوضع في مصر؟ عشان تعرف الفرق اللي حصل. الوضع في فرنسا قبل الثورة كان فيه طبقية وفساد، بعد الثورة بقى فيه عدالة. طب الوضع في مصر قبل الحملة إيه اللي هيحصل؟ قال لك مصر منذ عام 1517 يعني من القرن ال16 حصلت معركة عُرفت باسم معركة الريدانية. أيوه، بتاعة تومان باي والمماليك والعثمانيين، ومن أيام معركة الريدانية قال لك أصبحت مصر تتبع للسلطان العثماني، وكلمة تتبع يا شباب معناها تخضع، معناها تدفع حاجة اسمها التبعية، يعني الضرائب أو الخراج نسبة معينة من المحصول أو من الفلوس كل سنة. طب هل السلطان العثماني له اسم غير السلطان العثماني؟ بُص بحكم إن السلطان العثماني بيتغيّر فإحنا بناخد ألقابه، إيه ألقابه؟ الباب العالي، رجل أوروبا المريض، أو رجل أوروبا العجوز، لإن دول أوروبا هتطمع فيه ومش هيبقى عارف يرد عليهم. طب إيه كمان؟ نسميه السلطة الشرعية، نسميه كمان أمير المؤمنين لإن بيحكم بلاد كل اللي فيها مسلمين ومؤمنين، نسميه كمان الأستانة، ونسميه تركيا، ونسميه آسيا الصغرى، كل دي مسميات على مين؟ على الدولة العثمانية. طيب بنبدأ بالاقتصاد، ممكن تقول لي يا سلطان يا عثماني أنت هتدير الدولة إزاي؟ راح قايل لك الاقتصاد ده عبارة عن حرف، زراعة صناعة تجارة، فنبدأ بالزراعة. السلطان العثماني بيطبق في الزراعة بحكم إن الأرض كلها، الأول كده نمسك واحدة واحدة، ملكية الأرض، الأرض ملك مين يا شباب؟ ملك السلطان، والسلطان رئيس الدولة أو رئيس كذا دولة جنب بعض فبنقول عليها ملكية عامة. تمام؟ يبقى الملكية كلها ملكية مين؟ ملكية عامة. خلي بالك السلطان العثماني ده ما كانش بيحكم مصر بس، ده كان بيحكم بلاد كتير جدا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. فهنشوف بقى الإدارة اللي بيدير بيها كل البلاد دي. نبدأ بالاقتصاد، أول حاجة الزراعة. الراجل هيطبق في الزراعة نظام اسمه نظام الانتفاع. نظام اسمه نظام إيه يا شباب؟ الانتفاع. هل في شروط تكون موجودة في المنتفع؟ قال لك إيه الشرط اللي يكون موجود فيها عشان يجي أديله قطعة أرض يزرعها؟ الشرط اللي يكون موجود في المنتفع الخبرة الزراعية. ممكن تكتب الكلام ده عشان مش موجود في منهج؟ ممكن. فقال لك أنا مشترط في الخبرة الزراعية. بعد مدة من الزمن الفلاح لاحظ إن بيدفع ضرايب أكتر من 60 و70% من الإنتاج، فده رقم كبير جدًا، فبدأ الفلاحين يسيبوا الأرض. يبقى ييجي لك سؤال بما تفسر فشل نظام الانتفاع؟ أقول له 1 كثرة الضرائب، 2 عدم ملكية الأرض. عدم ملكية الأرض للفلاح، وهنا نقدر نقول لو والدك عليه ضرايب كتير جدًا، ضرايب عقارية ومَيّة وكهربا، عمره ما هيسيب البيت لأن البيت ملكه. أمّا لو ما عليهوش ضرايب، لو البيت هو مثلًا قاعد مستأجر وعليه ضرايب كتير هيسيبه ويمشي، فده اللي عمله الفلاح، ده الأرض أنا كنت مستأجر، تمام؟ يبقى من الدروس المستفادة من نظام الانتفاع أن يكون الفلاح مالكًا. طيب السلطان العثماني يهمه الأرض فطبّق نظام تاني اسمه الالتزام. قال لك أنا عايز شخص يبقى ملتزم قدّامي. إيه الشرط اللي يكون موجود في الملتزم؟ قال لك الدفع المُسبق للضرائب، أو زي ما نقول عليها كده القدرة على الدفع. يعني إيه يا مستر الدفع المُسبق للضرايب أو القدرة على الدفع؟ يعني أنا مش فارق معايا خالص أنت ذكر والّا أنثى، أنت مصري والّا مملوكي والّا عثماني، كل ده مش فارق معايا. أنا فارق معايا إن أنت تدفع لي فلوس إيه؟ مُقدّمًا، تدفع لي فلوس مُقدّمًا. طيب هل في مزايا يحصل عليها الملتزم عشان دفع الفلوس مُقدّمًا؟ قال لك بياخد هدية أو مكافأة، قطعة أرض تسمى الوصية معفية من الضرايب، قطعة أرض تسمى الإيه؟ الوصية معفية من الضرائب. وهنا نقدر نقول ظهور الملكية الخاصة. يبقى الملكية العامة كانت لمين؟ للسلطان، والخاصة للملتزم. المشكلة بقى إن الملتزم ده كان شخص وِحِش جدًا، فبنقول عليه كان شخص متعسف، متعنت، متسلط، مستبد، طغيان، يعني باختصار شخص ظالم، 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 ظالم.
نو فير، كان شخص نو فير حرفيا. قول لي يا ملتزم، هو انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بعدي على الفلاح اللي عليه 100 باخد منه 200 و300 عافيه. طب ما الفلاح مش هيقدر يسد، وماله؟ هاخد المواشي بتاعته. ايه ده؟ طب ما هو يعيش ازاي؟ ماليش فيه. طب ما عندوش اي حاجه، بص هاخد البيت بتاعه، لو غلبني قوي هاخد منه الارض اديها لحد تاني. فنقدر نقول ان نظام الالتزام كمان فشل. طب ليه نظام الالتزام فشل؟ هقول لك: واحد، كثره الضرائب. اتنين، عدم ملكيه الارض. تلاته قسوه. تلاته قسوه الملتزم. الملتزم ده كان شخص قاسي او ظالم. فنقدر نقول كده: وقع نقط بين المطرقه المرزبه والسندان. الملتزم كان في الفلاح كان في النص، السلطان يضرب عليه من فوق والملتزم يضرب عليه من تحت وهو في النص بيتفرم. كمان ممكن يجي لك سؤال يقول لك: تعطي الاعمى العينين فيطالبك بالحاجبين. يعني حد طماع جامد جدا. مين؟ الملتزم. طيب يبقى نقدر نقول باختصار: الانتفاع فشل ليه؟ كسر الضرب وعدم ملكيه الارض. والالتزام فشل ليه؟ نفس الاسباب، وهنزود قسوه الملتزم. طب بشكل عام الزراعه فشلت ليه؟ بشكل عام الزراعه فشلت ليه؟ سوء اداره الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه بتدير غلط. طيب ده الدور السلبي للملتزم، جمع الضرائب والقسوه. مين شطور يقول لي في الكومنتات ايه الدور الايجابي للملتزم؟ هستنى تقول لي ايه هي. ماشي. طيب تعال نشوف الصناعه. قال لك الصناعه كانت يدويه، حرفيه، طائفيه، بسيطه. يعني مفيش اي حداثه، مفيش اي تحديث، عدم وجود مصانع، مفيش اي شكل من اشكال التطور. كله بقى كوم، وان هو معين على الصناعه شخص بيجمع الضرايب اسمه الشيخ الطائفه. شيخ الطائفه بيختاروا شخص من الناس اللي كانت كبيره في السن بس لسه صحتها كويسه. قال لك ده بيعدي على اصحاب الحرفه يعني، ويبدا يعمل حاجه اسمها جمع الضرائب. طب اشمعنى ده؟ قال لك ده كان قايم بدور همزه وصل ما بين السلطان وبين الشعب. وده هفهمها لك بطريقه سهله دلوقتي. بس الاول تعالى افهمك يعني ايه في مصر كان في حاجه اسمها طوائف حرف. طوائف حرف ما كانش زي دلوقتي يا شباب. يعني انت مثلا عايز نجار بتتصل عليه، لا، كان في شارع اسمه شارع النجارين. عايز نقاش، شارع اسمه شارع النقاشين. انزل كده الحسين هتلاقي شارع اسمه شارع الصاغه لحد النهارده. فكانت كل بلد فيها منطقه فيها الحرفه دي. طب ايه الفكره؟ ان تسهل على شيخ الطائفه ان هو يقدر يروح يجمع منهم الضرايب، ولو حد تعب او حاجه او حتى مثلا مات او كده ياخد المحل بتاعه ده ويديه لحد تاني. فكان بيشرف على الانتاج، وده الاثر الايجابي لشيخ الطائفه. طب الاثر السلبي لشيخ الطائفه هو جمع الضرايب. طب هو كلمه شيخ يعني ايه؟ كلمه شيخ في اللغه لها معنيين اتنين: شيخ شيخه العلم، حد عالم وبنقول له يا شيخ، وشيخ شيخه الزمن. فالراجل ده كان عجوز. تمام. تعالى بقى للحته بتاعت همزه الوصل. هتقول لي يا مستر انا مش فاهم يعني ايه همزه وصل. هقول لك: هنفترض ان البيت بتاعك اهو، ده البيت، تمام، وهنفترض ان ابوك هو الحكومه. معرفش عندكم امك في البيت هي الحكومه ولا ايه، بس هنفترض الحكومه يعني هو المسؤول عن البيت وكل اللي فيه. وهنفترض ان احنا هنا اهو، احنا اهو الشعب او اصحاب الحرفه. مين بقى همزه وصل بين الشعب وبين الحكومه؟ يعني حبيت مثلا تطلع رحله معانا، فهتروح تقول لي لمين؟ هتروح على ابوك كده على الحكومه تقول له انا عايز اطلع رحله، يقول لك روح حب ذاكر يا ابو ملحق. انت رحله ايه؟ انت تستعبط؟ روح اتنقل ثانويه عامه. هروح رايح لوسيط. مين الوسيط اللي هروح له بقى؟ ماما. ماما دي بنسميها همزه وصل. فماما دي بقى هي كانت شيخ الطائفه، هي همزه الوصل. فتروح امك بقى رايح على ابوك كده تثبته، وتروح ايه؟ تقول له الواد يطلع رحله او البنت تطلع رحله عشان ثانويه عامه وضغط والكلام ده، فتمشي لك الدنيا. همزه وصل يعني بنوصل دول، ناخد حاجه من هنا اهو نوديها الناحيه الثانيه. طب في اوامر طلعت من الحكومه نوصلها للشعب. يعني اوامر طلعت من ابوك: ابنك كان سهران امبارح، طيب قول له اول ما تصحى سيب التليفون بقى، قول له ملهوش مصروف. فبتوصل لك الكلام. تمام. طيب نيجي للتجاره. قال لك التجاره هي عمليه البيع والشراء، ودي بتبقى ناجحه لو عندي زراعه وصناعه. طب انا ما عنديش زراعه، ما عنديش صناعه، فطبيعي مش هيبقى عندي تجاره. التجاره الداخليه، قال لك التجاره الداخليه تاثرت بشكل واضح جدا جدا بسبب طبعا اهمال الزراعه واهمال الصناعه. فكان كمان بيحصل حاجه اسمها غارات البدو اللي هم سكان الصحراء. يعني لو واحد حتى
معدي بقافله ولا حاجه، سكان الصحراء ما بيحلوش. كمان النزاع بين المماليك من وقت للتاني بيتخانقوا مع بعض. كمان حاجه اسمها اختلاف المكاييل والموازين، اروح المحل ده الاقي الحاجه وزنها 800 جرام، اخش اللي جنبها الاقيه 900، اروح لواحد تاني يقول لي الكيلو اللي هو 1000 جرام 750. اختلاف المكاييل والموازين، الناس عماله تغش في الميزان. سوره المطففين هيتحرقوا بجاز وسخ في نار جهنم بتوع الميزان دول. طيب اروح بعد كده لعدم ثبات قيمه العمله، الفلوس بتاعتي النهارده بتجيب حاجه بكره ما بتجيبهاش، فطبعا في اختلاف واضح. فكل دي حاجات اثرت على التجاره الداخليه. طب التجاره الخارجيه، قال لك التجارة الخارجية ظهرت دولة اسمها البرتغال. دولة اسمها ايه يا شباب؟ دولة البرتغال. عملت او حصل اكتشاف اسمه اكتشاف طريق رأس ايوه الرجاء الصالح الذي يمر حوالين افريقيا. هتقول لي يا مستر بس ده طريق بياخد وقت وبياخد مجهود، انا مش قادر لحد الان مش قادر افهم ازاي دول اوروبا تفضل تعدي من طريق بعيد وطويل. طب ما هي كانت بتعدي من مصر، اقول لك ماشي الكلام ده صح، بس طريق مصر كان طريق كله شوك، صعب ان انت تعدي منه. ليه بقى؟ لان المماليك كانوا بياخدوا ضرايب كتير جدا، واللي كان بيعارضهم كانوا ممكن ياخدوا الناس اللي على السفن نفسها ياخدوها عبيد عندهم. انت مستوعب كانوا واصلين لدرجه ايه؟ فهنا يقول لك لا، انا امشي مسافه اطول بس امن، ما ادفعش ضرايب، وفي نفس الوقت معايا الناس بتوعي ومعايا الاكل ومعايا الموارد ومعايا كل حاجه. فبسبب الطريق ده قال لك تحولت تجاره مصر من عالميه بعد ما كانت بتتاجر مع العالم كله الى اقليميه. طب اقليميه يعني بنتاجر مع البلاد اللي جنبنا بس. مين بقى البلاد اللي كانت جنبنا اللي كنا بنتاجر معاها؟ قال لك بنتاجر مع كريت والحجاز والسودان والحبشه وبعض المدن الصغيره خالص خالص. عشان كده التجاره الخارجيه كمان اتاثرت بفكره الكشوف الجغرافيه. فهنا يجي لي سؤال يقول لك اثرت دوله نقط على مصر سلبيا في التجاره، اقول له دوله البرتغال. طيب يقول لك انكمشت التجاره المصريه او كسدت يعني تاخرت بسبب دوله، اقول له دوله البرتغال. طيب تعال نشوف بعد كده السلطان العثماني بيخرب الدنيا ويعمل حاجه اسمها الامتيازات الاجنبيه. وكلمه امتيازات اجنبيه يا شباب معناها تسهيلات. معناها ايه؟ تسهيلات تعطيها الدولة للأجانب. طب ليه؟ قال لك للأجانب عشان مهارتهم. الأجانب عندهم مهارة، كمان ممكن نقول عليها رغبة السلطان في تحديث البلاد منذ وقت مبكر. في تحديث البلاد منذ وقت مبكر، وهنعرف كلمة تحديث البلاد يعني نقلد دول أوروبا. طيب السلطان العثماني كان عايز يحدث البلاد، عشان كده ادى مزايا للاجانب. تخيل انا ابقى قاعد في الدوله والاقي الاجنبي معاه مزايا اكتر مني. طيب تعال نشوف كمان معانا ايه تاني. معانا حاجه اسمها شكل المجتمع المصري. شكل المجتمع المصري. المجتمع المصري للاسف كان عباره عن طبقتين اتنين فقط، طبقه حكام وطبقه اسمها طبقه محكومين. طبعا اكيد عرفت مين المحكومين، هم الكحيانين، احنا طبقه المحكومين. طب مين طبقه الحكام؟ قال لك كانت بتضم الاتراك وكانت بتضم المماليك، ودول عاشوا في عزله بعيد جدا جدا عن الشعب، يعني زي فرنسا قبل ما يعملوا ثوره كده. وطبقه المحكومين كانت بتضم كله بقى، من اول العلماء مرورا بالتجار مرورا بعامه الشعب وهكذا. ولكن العلماء والتجار الحق يقال كان لهم مكانه معنويه لدى الاهالي، وده هنعرفها لما نابليون يجي هيخاطب الطبقه الوسطى اللي هم الناس اللي لهم مكانه معنويه، الشعب بيحبهم شويه. يعني مش هساوي واحد من الناس مثلا بامام المسجد، لا، امام المسجد له مكانه معنويه. مش ساوي واحد بالناس بتاجر كبير جدا في الدوله، لما بتحصل اي مشكله في المنطقه عندكم او حريقه او حاجه بيجي يدفع من جيبه ويقف مع الناس، لا، ده مكانه معنويه، الناس بتحبه اكتر. تمام. ولكن نقدر نقول كده المجتمع المصري كان طبقيا قبل مجيء الحملة الفرنسية. وممكن نطلع سؤال كمان. المجتمع المصري قبل الحملة يتشابه مع المجتمع الفرنسي قبل الثورة. هو كده الحملة لسه ما جاتش صح؟ فكده المجتمع بتاعنا فيه طبقي، متشابهين مع بعض في الفساد، متشابهين في الظلم، متشابهين في الطبقية،
متشابهين في العزلة بين الحاكم والمحكوم، متشابهين في انتشار الفساد الإداري، إن ناس معينة هي اللي بتاخد الوظائف، إداري يعني وظائف. نيجي لآخر عنصر معانا ونخلص الدرس معانا، الدرس الجميل اللذوذ ده، الحياة السياسية. كلمة حياة سياسية يا شباب معناها نظام الحكم. السلطان العثماني هيدير الدولة ازاي؟ قال لك السلطان العثماني هيعمل حاجة اسمها توزيع السلطة. يعني مفيش سلطة قضائية وتنفيذية وتشريعية لا لا، أنا هوزعها بمزاجي، بحكم إن الدولة بتاعته فهو بيتحكم فيها بمزاجه. ممكن تقول لي يا سلطان هتوزع السلطة ازاي؟ قال لك أنا همسك على رأس السلطة بتاعتي شخص يسمى الوالي. الوالي هيمسك من سنة ل3، وطبعا دي مدة قليلة. والوالي ده هيبقى عبارة عن سلطة تنفيذية لما يقوله السلطان. يعني السلطان يقول له هات ضرايب، هات، زود النسبة اللي على مصر كل سنة يزود، قلل يقلل، تمام؟ طيب بيسكن فين الوالي؟ يسكن في القلعة. طب مدة دي من سنة ل3، لو قلت لك إن أنت هتبقى والي من سنة ل3، إيه أول حاجة هتعملها؟ عيني في عينك كده، اقسم بالله كداب، مش تهتم بالشعب ولا حاجه. اول حاجه هتعملها هتبقى طماع وتعمل ثروه كبيره جدا جدا وتبقى غني جدا جدا جدا. الثروه الكرسي بتاع العرش بيغري. تخيل بقى لو انا همسكه مده معينه، اكيد انا بقيت في طبقه عاليه، كنت كحيان بقيت في طبقه عاليه، مش عايز ارجع كحيان تاني، فانا هخلي نفسي غني جدا انا واسرتي وقرايبي عشان اعيش بقيت عمري في نفس الوضع. ده اللي كان بيعمله الوالي بالظبط في المده القليله دي، ما بيهتمش بالشعب، ملوش دعوه بقى، بيقتلوا في بعض، العمله ملهاش قيمه، الموازين بايظه، اهل البدو بيهجموا، كانش يفرق معاه الكلام ده، كان يفرق معاه ازاي يعمل ثروه بس. طيب مين الهيئه اللي بتساعد الوالي؟ بيساعد الوالي هيئه اسمها الديوان. فاكر كلمه ديوان خدناها في ثانيه ثانوي، كلمه فارسيه وتعني السجل او الدفتر. ايوه، دول ناس قاعدين بيعملوا ايه بقى؟ قال لك 1 مراقبه الوالي، يعني لهم دور رقابي. 2 مساعده الوالي، لو الوالي ساعدهم ماشي. 3 عزل الوالي. فالوالي كان عارف ان الهيئه دي هي الوحيده اللي معاها صلاحيات تعزله، وهي الوحيده اللي بتراقبه، فكان يدي لهم يرشيهم وهم يطلعوا قرارات للسلطان ان هو حلو واحنا نلبس، فاهم؟ طيب كان في هيئه اسمها الحاميه العثمانيه. الحاميه العثمانيه دول كانوا الجيش بتاع السلطان العثماني اللي موجود في مصر. ورابع هيئه كان اسمها بكوات المماليك. خلي بالك، المماليك بياخدوا لقب بك، اما العثمانيين بياخدوا لقب باشا او خديوي. يبقى بك لقب معناه مملوكي. بكوات المماليك، السلطان كان بيستعين بالمماليك عشان يحكموا المحافظات او يحكموا الاقاليم. محافظات او ايه يا شباب؟ الاقاليم. فنقدر نقول كده على بكوات المماليك سلطه لا مركزيه. طيب مين بقى اقوى هيئه في الهيئات اللي قدامي دي كلها؟ اقول له اقوى هيئه الديوان، دي الاقوى. طب ليه؟ بيمسك مدى الحياه، لهم حق ان هم يعزلوا الوالي. طب اضعف هيئه؟ هقول له الوالي، ده اضعف هيئه لان بيمسك سنه واحده او 3 حد اقصى. مين اخطر هيئه؟ قال لك اخطر هيئه كانوا بكوات المماليك. ليه اخطر هيئه بكوات المماليك؟ عشان دورهم التواجدي جوه الدوله، موجودين باستمرار جوه الدوله. طيب مين بقى كان مسؤول عن كل المماليك؟ واحد يقول لي مستر هو مش العثمانيين هزموا مماليك؟ ايوه، بس مع الوقت استعانوا ببعض الشخصيات. مثلا تعالى انت هتحكم لي محافظه الجيزه، وانت القاهره، وانت القليوبيه، وانت اسيوط. كان كل واحد بيجيب معاه مثلا 1000 2000 حد اقصى 10000 جندي عشان يقدر يسيطر على المحافظه. بس الحاميه نفسها، الجيش نفسه كان مع مين؟ كان مع السلطان العثماني. فمفيش حد يقدر مثلا يجمع كل الجيوش دي كلها، ال 10000 هنا وال 10000 مع بعض، محدش يقدر. ليه؟ لان الحاميه العثمانيه موجوده في الدوله. لا طيب مين كان كبير المماليك؟ قال لك كبير المماليك يسمى علي بك الكبير، وده كان لقبه شيخ البلد. وقلنا كلمة شيخ معناها كبير. شيخ البلد لأن هو مسؤول عن المماليك، يعني هو السلطان العثماني معينه عشان لو المماليك حد فيهم مات، حد فيهم جراله حاجة، حد فيهم بيتمرقع، حد فيهم كذا، فهو يغيره ويعين مكانه. علي بك الكبير ده كان عنده حاجة يا شباب بنسميها طموح سياسي. كان عايز يعمل حاجة اسمها حركة انفصالية، كان عايز يعمل حاجة اسمها مجد شخصي. بس هو طبعا ما يقدرش يعمل الكلام ده لأن زي ما قلت لك الجيش بتاع السلطان العثماني متواجد بشكل كبير قوي. لحد ما تيجي الفرصة. الفرصة تيجي امتى؟ قال لك في النصف الثاني
من القرن ال18. ايه اللي حصل في النصف الثاني من القرن ال18؟ ركز كده. استغل علي بك الكبير انشغال السلطان بالسياسة الخارجية ضد روسيا. مستر يعني ايه كلمة سياسة خارجية؟ اقول لك سياسة خارجية معناها اما معاهدات واما حروب. فمعنى كده ان السلطان العثماني مشغول بحرب ضد روسيا. ما دام مشغول بحرب، السلطان العثماني كان بيغلط غلطة غبية قوي. لما بيخش حرب كان يطلب من كل الدول بتاعته هاتوا لي الحامية، هاتوا لي الجنود بتاعتي بسرعة عشان يساعدوني في الحرب. فمعنى كده ان الحامية سابت مصر ومشيت. فعلي بيك الكبير قاعد يقول لك طب ما انا اجمع كل المحافظات دي كلها بالجنود اللي فيها المماليك وارجع امجاد المماليك. عنده طموح سياسي، حركه انفصاليه، مجد شخص، عايز ينفصل عن السلطان العثماني. والسلطان العثماني دلوقتي مشغول في حرب ومفيش جنود. قال لك استغل انشغال السلطان العثماني بحربه ضد روسيا او بالسياسه الخارجيه ضد روسيا فقام بيه. قال لك واحد عزل الوالي العثماني، قال له لو ما مشيتش من سكات هقتلك، فالوالي مشي. 2 منع قدوم غيره. واحد يقول لي طب ما السلطان يبعت له جيش، اقول لك ما هو مشغول في حرب ضد روسيا. 3 ودي مهمة جدا، سك عملة باسمه. وسك العملة يا شباب معناها استقلال اقتصادي، بس لو قال باسمه بقت سياسي لأن حط صورة الملك على العملة. 4 سيطر على الحجاز، واللي يسيطر على الحجاز يعني مكة ويثرب والطائف، معنى كده ان بقى عنده مكانة دينية. هتقول يا مستر مش فاهم، فاهمها لي بالراحة. هقول لك انا دلوقتي راجل غني جدا، رحت رايح السعودية، قول يا رب قول يا رب. رحت رايح السعودية وجيت قلت كل الحجاج اللي موجودين في السعودية النهاردة هديلهم اكل وشرب على حسابي. ده مش بس كده، ده انا هخلي كل واحد وهو ماشي ياخد كيس فيه 100 قطعة ذهبية وزن القطعة الواحدة 8.5 جرام. يعني بنتكلم مثلا الراجل ده هيروح بيته مثلا بسكه 100 جرام ذهب، هو مروح مثلا، او 80 جرام ذهب يا عم، هديه مني له. وانا حاكم مصر اسم علي بيك الكبير. تفتكر الناس دي لما ترجع بلادها في موسم الحج، احنا بنتكلم في كام مليون واحد بيكونوا بيحجوا، هتدعي لمين؟ وهتتكلم على مين؟ ومين اللي مكانته هتزيد؟ ومين اللي الناس هتحبه؟ انا ولا السلطان العثماني؟ اكيد طبعا مكانته الدينيه. قال لك اهو ارتفاع مكانته الدينيه. ليه؟ لان سيطر على الحجاز. بما انه عنده طموح سياسي وبما ان السلطان العثماني مشغول، فيطمع اكتر واكتر ويقول انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه؟ الرغبه في تكوين رابطه عربيه او لم شمل العرب في بوتقه واحده. مش فاهم، هي مصر دي مش عربيه؟ عربيه. والحجاز دي مش عربيه؟ عربيه. هو بقى عايز ياخد كمان الشام، فكده يبقى جمع ال3 دول دي تحت ايد حاكم واحد، فكده يبقى عمل حاجه اسمها رابطه عربيه او لم شمل العرب. لما يجي السلطان او اي حد غير السلطان يفكر يهاجمه، هو كده بيهاجم العرب. فده كان هدفه بقى. طيب انت عايز تاخد الشام صح؟ قال لك اه. حاكم الشام يدعى ظاهر العمر. برضه ظاهر العمر ده كان صاحب علي بيك الكبير. قال لي علي بيك الكبير ابعت لي اي حد بس كده وانا اديله الشام. يعني الدنيا سهله ومتيسره. تعالى بقى نشوف الغدر والخيانه وحسن اختيار المعاونين، واوعى تثق في اقرب الناس ليك، وكل واحده منك انت وهي اللي اتفرجوا عليا تخلي بالها من اللي هيجي يتقدم لها. ليه بقى؟ ظهر شخصيه اسمه محمد بك ابو الدهب. الروايات اختلفت، هل علي بيك الكبير كان اشتراه من سوق العبيد، سوق الرقيق، ولا هو كان ماشي في الشارع فعلي بيك الكبير لقاه وعطف عليه وخاده ورباه عنده، لدرجه ان كبره وعلمه الفروسيه وعلمه ازاي يمسك القلم وجوزه بنته كمان، وكمان بقى قائد للجيوش. كل ده يعني علي بيك الكبير خاده ونضفه وكبره ورباه ومسكه الجيوش، عمل معاه كل ده وجوزه بنته كمان. ايوه. علي بيك الكبير قال لمحمد بيك ابو الدهب روح لظاهر العمر هيفتح لك الشام، وكده نكون حققنا هدفنا ولا السلطان ولا غيره يقدر يجينا. يقوم الطماع ابن الطماعه، الغدار ابن الغدار، الخاين ده هو ابو الدهب ده هو، يطلع جري على السلطان ويقول له يا سلطان يا عثماني يا سلطان، وانت نايم يا سلطان؟ قال له في ايه يا ابني؟ قال له في واحد اسمه علي بيك الكبير بيعمل حركه انفصاليه ضدك. عمل وعمل وعمل وقعد يحكي له بقى، فصل
فصل مصر وفصل الحجاز، يعني سيطر عليهم وسك عملة وطرد الوالي ومنع قدوم غيره، وكان عايز ياخد الشام. قعد يحكي له على كل الحاجات دي كلها. قال له: بس أنت يعني تعمل كده ليه؟ قال له: عشان أنا طمعان في مكانته، هو شيخ البلد، أنا عايز أمسك شيخ البلد. قال له: بشرط. إيه الشرط؟ قال له: روح اقتل علي بيك الكبير. لو قتلت علي بيك الكبير أنا همسكك مكانه. بالفعل السلطان وأبو الدهب حصل ما بينهم حاجة اسمها تحالف ضد علي بيك الكبير. كده نقول إن أبو الدهب عمل حاجة اسمها غدر وخيانة ضد علي بيك الكبير. عشان كده يقول لك الدروس المستفادة من علي بيك الكبير: حسن اختيار المعاونين. يفتقد علي بيك الكبير لعنصر الرؤية، ما خدش باله إن اللي حواليه طمعان وخاين وغدار فيه. طيب، يرجع طبعا علي بيك الكبير منتصر قاعد اهو. يرجع ابو الدهب يقول له: ها، عملت ايه؟ يقول له: حققت لك هدفك، حققت لك مرادك. يقول له: حققت لي هدفي ومرادي بجد؟ قال له: اه. فبيلف وشه كده، راح واخد طعنه في ظهره بالسيف. طبعا رد علي بيك الكبير هنا، ما ماتش على طول في وقتها، قيل ان هو فضل سنتين اصلا يتعالج، والاغرب ان اللي كان بيعالجه محمد بيك ابو الدهب. طب عارف تعرف الاغرب بقى ان الاثنين ماتوا مع بعض في نفس السنه، يعني بعد ما قال للسلطان انا قتلته خباه وفضل يعالجه. ليه؟ لان هو في مقامه ابوه اصلا، هو فاق بس فاق متاخر. طب عمل كده ليه؟ عشان الاغراء بتاع الكرسي اللي انت كنت بتقول لي هعطف على الناس والاهالي والشعب، فاكر الكلمه دي؟ يبقى حصل دلوقتي غدر وخيانه، وحصل مقتل لعلي بيك الكبير. طيب مين اللي تولى شيخ البلد؟ قال لك تولى شيخ البلد ابو الدهب لمده معينه. طب الاغرب بقى ان ابو الدهب برضه هيموت بالغدر والخيانه من اقرب الناس ليه. وقيل ان فرق بين موته وبين موت ابو الدهب لا يتجاوز الكام شهر بين ابو الدهب وعلي بيك الكبير. انت مستوعب؟ يعني دي برضه من المصادفات الغريبه. بعد موت ابو الدهب بيتولى اتنين: شخص اسمه مراد بك، وشخص اسمه ابراهيم بك. ما دام قلت بك يا اللي بتتفرج عليا، يبقى ده مملوكي ولا عثماني ولا مصري ولا يوناني؟ ها، قول لي بقى. ما بتقولش؟ ماشي، قول لي في الكومنتات. مراد بك وابراهيم بك، قال لك ايه اللي حصل ما بينهم؟ حصل ما بينهم تصارع على حكم البلاد. والتصارع اي حد بيطمع في البلاد ده بنسميه يا شباب طموح سياسي. وهم قاعدين يتخانقوا، قال لك لم يهتموا بتحصين البلاد أو وضع بارود داخل القلعة للمدافع. أنت عندك مدافع بس ما فيهاش بارود، المدافع دي مش هتضرب. النتيجة النهائية إيه؟ النتيجة النهائية طبعًا وهم عمالين يتخانقوا كده مش محصنين البلاد، كانت الحملة الفرنسية وصلت مصر. والحملة الفرنسية وصلت مصر دي بقى هنبدأ بيها إن شاء الله الحصة الجاية. كان معاكم مستر أبو بكر مدرس التاريخ للثانوية العامة. ابعت لنا في الكومنتات وقول لنا ضيفنا يا مستر في جروب الواتس، واحنا هنسيب لك رقم ابعت لنا وهنضيفك فيه عشان هننزل حل وأسئلة. استنوني، سلام.